اهلا وسهلا حبيباتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنحضر معكم البراوني اللي كيجي ناجح 100% بدون سكر اسمر. كيجي معلك من الداخل، والطبقه الفوقانيه كتجي مقرمشه وكتجي كتلمع طريقه اللي هي ناجحه. تابعوا معايا غير المكونات وطريقه ديال التحضير باش نبسط لكم جميع الامور. اول مرحله كناخذوا المول اللي غادي نديرو فيه البراوني. انا استعملت هذا المول الكاغي فيه 26 سنتيم على 26 سنتيم. غادي ناخذوا ورق ديال الطهي وغادي نقطعو باش ناخذ عليه العبار. كما كتشوفوا بهذه الطريقه غادي نقاد العبار ديالو. غنقطع دوك الاطراف اللي من التحت القنيتات باش ملي كنديروه في المول ما كيبقاش لينا مكمش. كما كتشوفوا خديت العبار من قنت واحد والقنت الاخر عبرت على الجهه الاخرى. كما كتشوفوا كل شيء الفيديو راه واضح موضح نفسه. هنايا كنقادو في المول كما كتشوفوا هادوك اللي قطعت كنديرهم اللور. كنقادو بهذه الطريقه كيجي يعني طريقه مبسطه، لان ضروري البراوني خاصو ورق ديال الطهي حيتاش كيجي مويلو معلك وغادي يلصق لكم الا ما درتوش ورق ديال الطهي. هذه المرحله جدا مهمه. غادي ندهن المول بالزبده لان ورق ديال الطهي الا طاح على البراوني غادي يخسر، يعني ضروري دهنوه بالزبده باش كيلصق هذاك ورق ديال الطهي ما كيبقاش مكمش وما كيطيحش على البراوني باش ما يخسروش لينا. الوغ هنايا كندخلوا هذاك الورق ديال الطهي كما كتشوفوا في المول وكنقادوه بهذه الطريقه. كما كتشوفوا الفيديو واضح، وتقدروا ديروا اي مول بغيتو سواء كاغي سواء مستطيل. انا استعملت هذا كبير، تقدروا ديروا غير المول ديال 20 على 20 باش كيجيكم البراوني شويه غليظ، لكن انا استعملت هذا 26 سنتيم. تاني مرحله غادي نديروا كاسرونه اولا شي جبانه. غادي نديروا فيها الزبده 120 غرام من نوعيه حيوانيه، يعني نوعيه جيده، وشوكولا انا استعملت شوكولا اقبال كما شفتوا في الباكاجين 55 درجه ديال الكاكاو. 200 غرام ديال الشوكولا نواغ انا استعملت 55، يعني في 55 درجه. وهنا غادي نديروه في لو بان ماغي حتى تيبدا يذوب لينا، وما تخليوش عاوتاني يذوب بزاف باش ما يتحرقش لكم الشوكولا. صافي كنحيدو انا اون فوا كتذوب الزبده كنحيدو كنبدا نخلطو بحال هكا، لان الزبده ملي كتكون سخونه صافي الشوكولا كيبدا يذوب راسو باش ما كيخسرش لنا القوام ديال الشوكولا. بالنسبه للشوكولا انا استعملت 55%، تقدروا تستعملوا اكثر، المهم اقل حاجه هي 55%، وكيجي 55% احسن. هنا غادي تاخذوا واحد الوعاء درت فيه 3 ديال البيضات كيف ما كتشوفوا معايا، ثم قبصه ديال الملح وواحد الساشيه ديال الفانيلا، ثم غادي نضيف واحد الكاس ديال السكر السنيده اللي هو السكر الخشن، وغادي نطلع هاد المكونات بالطراب الكهربائي. يعني هاد المرحله مهمه، لان فاش كتطلعوا هاد المكونات بالطراب الكهربائي كيجي البراوني ناجح، حيت خاصنا نحصلوا على واحد الخليط ابيض، يعني حتى تيولي لنا الخليط ابيض، ماشي تطلعوه حتى تيولي كريمي. المهم كيتجانس لنا مزيان وكتحصلوا على خليط ابيض صافي. وكنكملوا باقي المكونات بدون طراب كهربائي. بالنسبه للشوكولا البنات تقدروا تستعملوا طابليت شوكولا اقبال اللي خاصه بالطبخ، راه مصور فيها لومبالاج ديالها حتى هي بيج. تقدروا تضيفوها حتى هي فيها 200 غرام ديال الشوكولا حتى هي، وفيها 55 من الكاكاو، بورسونتاج ديال الكاكاو. هنايا من بعد جربت بصبعي شفتو واش برد تماما، يعني برد ليا، عاد ضفتو وخلطت المكونات حتى تجانسوا مع بعضياتهم. هنا منين تجانسوا ليا المكونات مع بعضياتهم غادي ناخذ واحد الغربال اولا الصفايه اللي كان عندكم، غادي نضيف ليهم الكاكاو المر. خاصو ضروري يكون نوعيه جيده، سواء ديروا 3 المعالق كبار ديال الكاكاو المر، سواء يعني ماشي الحلو المر، سواء انا استعملت هاد الساشيات 3 كما كتشوفوا معايا. ضروري تغربلوهم.
المهم يكون الكاكاو نوعية جيدة. كدوزوهم على الغربال، يعني اي حاجة من نواشف كنغربلوها. ثم غادي نضيف واحد نصف ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الكيميائية، غادي نضيفها حتى هي ضروري حتى هي تغربلوها كما كتشوفوا معايا. هنا ضفت الجوز اللي هو القرقاع، طبعا ما غاديش تغربل، غير انا بغيت نضيف عليه الدقيق باش كيتلبس هذاك الدقيق، وغنخليه على جنب. علاش كنلبسو بالدقيق؟ باش منين كنضيفو على الخليط ومن كنضيفو على هذا البراوني ما كيهبطش للقاع، كيبقى يعني في الوسط، ما كيهبطش للقاع ديال البراوني. كنخلط هذا الخليط مع بعضياته حتى تيتجانس ليا مزيان كما كتشوفوا معايا، وغير بشويه كتخلطوه حتى تيتجانس. غير انا في هذه المرحله كما كتشوفوا زربت الفيديو، اما بالنسبه يعني نتوما خلطوه غير بشويه. ثم هنايا غادي نضيف القرقاع اللي هو الجوز، كيبقى اختياري تضيفوه او ما تضيفوش، كيبقى اختياري. غير البراوني كيتواتى بزاف مع القرقاع، كيعطي واحد اللذه زوينه. هنا كناخذ هذاك المول اللي ديجا صايبت ليه ورق ديال الطهي وكنصب فيه هذا الخليط، يعني كناخذ سباتول باش كتعاونني كتنزل لي داك الخليط كامل، اولا شي معلقه يعني، وكننزل هذا الشيء كامل هذا الخليط في هذاك المول. في هذه المرحله كنكون شاعله الفران على درجه حراره 180 درجة، كنخليه واحد 5 دقائق وكندخل البراوني. انا شعلته من الفوق ومن التحت، خليت البراوني تقريبا 15 دقيقة وحيدته باش كيجي البراوني معلق. واللي بغى يعني يخليه يشعل عليه غير لتحت ويخليه تقريبا 10 ديال الدقائق، عادي يشعل الفوق يخليه تقريبا ما بين 18 ل 20 دقيقه، يعني الماكسيمو، حتى تيبان لكم هذاك البراوني دار واحد القشره من الفوق وبدا يعني بدات هذيك القشره كتلمع صافي، وكتحيدو كطفيو عليه لانه ما خاصوش يطيب باش ما يوليش لكم بحال الكيك. كما كتشوفوا معايا انايا شعلت عليه الفوق والتحت باش كيجي ليا معلق، انا بغيته معلق. واللي يعني كيبغي شويه شاد القوام ديالو يشعل عليه غير لتحت ويخليه تقريبا كما قلت لكم 10 ديال الدقائق، وعاد يشعل عليه الفوق ويخليه لتحت هو مشعول. ان فوا كتحسبوا 18 دقيقه حتى ل 20 دقيقه الماكسيمو صافي وكتحيدوه. وضروري تكونوا حدا الفران وتراقبوه، اللي عنده الدجاجه يعني راه كتسهل الامور. كتشعلوا ديك البوله ديال الفران وكتراقبوه. هنا كتخبطوه واحد شويه هذاك المول بحال هكا كما كتشوفوا. انا غادي هذه المرحله اختياريه، انا غنضيف القرقاع من الفوق كما كتشوفوا معايا. هنا من بعد ما خرجته من الفران غنخليه على جنب، ما كنديمو ليه، ما كنحيدو ما والو، كنغطيه بواحد السربيته المنديل وكنخليه على جنب. هنا من بعد ما خليته انا كنت يعني ما محتاجاش ديك الساعات، خليته تقريبا واحد 4 السوايع. نتوما يعني اقل حاجه خليه واحد الساعتين حتى يبرد، حيت كيكون معلق الا هزيتوه غادي غير يضيع لكم. وانا كنقطعوه بالموس، اون فوا كتقطعوه كتبداو تمسحوا هذاك الموس، كتقطعوه بحال هكا الطريفات اللي بغيتو. انا قطعته طريفات كبار، هانتوما شوفوا كيجي معلق وغزال، والقطع ديال القرقاع كتكون باينه صراحه، كيجي زوين مويلو فن. بالنسبه للتزيين تقدروا تخليوه غير هكاك، انا فضلت نزينو، كيبقى لكم الاختيار. راه حتى هكا راه كيجي زوين بحال هكا قطع القرقاع باينين. انا هنايا شديت شوكولا ديال الدهن نوتيلا، ذوبتها شويه مع شويه الزيت في حمام مريم، ودرتها في هذيك بلاستيكه، وثقبت هذيك بلاستيكه بالكيردو، ودرت واحد الخطوطه فوق البراوني بحال هكا غير باش منين نزينها هذيك الشيء، باش غنزينها يلصق ياخذ بلاصتو ويتبت باش ما يطيحش ليا. وكيبقى لكم الاختيار، انا غير بغيت ندير طريقه يعني براوني مودرن، طريقه تزيين اللي هي مودرن.
وتقدروا تزينوه بالبخاليني والشوكولا وشوكولا بلون حتى هو كيعطي واحد ليكلا زوين في البراوني. تقدروا تزينوه بالبخاليني بيستاج، بخاليني اموند، بهذيك زبده اللوتس حتى هو كيجي رائع. المهم انا كنعطيكم افكار وانتوما لكم واسع النظر. هنا زينت بالاوريو، بطابليت شوكولا، بسنيكرز، مارس، يعني بالطريقه هذه هي الطريقه باش زينت. وكل واحد والذوق ديالو، كيبقى لكم الاختيار في التزيين. المهم هو طريقه ديال البراوني راه ناجحه 100%. وهكا انا قدمت هذا البراوني ديالي كما كتشوفوا. ايوا خاصو غير واحد كويس ديال القهوه بالنسبه لعشاق القهوه غادي يعجبكم بزاف، لان شوكولا نوار كتواتى بزاف مع القهوه. وباش تعرفوا البراوني ناجح غادي تشوفوا بحال هكا هاد القشره الفوقانيه كتكون مقرمشه وكتلمع، ولكن الداخل كيجي مويله ومعلك ولذيذ، شهوه منه ما تشبعوش منه البنات. صراحه انا من عشاق الشوكولا نوار، كيحمقني شوكولا نوار على شوكولا اولي. وبالنسبه للتقديم قدموه بالطريقه اللي بغيتو، حتى في حطيتوه في الان اسيت في البيض كتعطي واحد ليكلا زوين، لانه هو في النوار كتعطي اكلا زوين. مهم خليكم مع هاد اللقطات اللي صورت بحال هكا، ونتمنى لكم تيسير البنات، وشكرا على الحب ديالكم، ومبروك عواشركم، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، ومع السلامه حبيباتي.